ها يا عمر، قلت ايه؟ ياسر باللي انت بتقوله ده صعب قوي. لا صعب يا عم ولا حاجة، الصعب انك ترفض 100,000 جنيه. ياسر بيه القصة مش قصة فلوس، القصة ان في ناس حقها هيروح. يا ابني الكلام الكبير بتاعك ده هو اللي مضيعك. انت فاكر انت وزمايلك لو رفعتوا قضية على امجد بيه هتقدروا تكسبوها؟ هنكسبها ان شاء الله، مفيش حد فوق القانون. قانون؟ في حاجات غير قانونية كتير هتخليك تمضي. انت بتهددني بقى يا عم لا تهديد ولا حاجة، أنا بس خايف على بنتك الأمورة وهي طالعة من المدرسة بعد ساعة من دلوقتي، يعني حد ياخدها يفسحها كده ولا كده، ولا الحاجة اللي قاعدة طول النهار لوحدها هتعمل إيه لو دخل عليها شوية بلطجية؟ عمر الموضوع بسيط، كل ما هنالك هتمضي بس على الورقة ديت اللي تثبت فيها إن أمجد بيه ملوش علاقة خالص بالموضوع دوت، والمبلغ اللي إحنا اتفقنا عليه زي ما هو 100,000 جنيه، ولا أقول لك خليهم 200,000 جنيه. وده شيك مني. امضي يا راجل امضي. امضي. ما تمضيش. انت مين انت؟ ودخلت هنا ازاي؟ ما تضيعش حقي وحقك. بس انا خايف قوي على بنتي. وانا بنتي هتعيش طول عمرها يتيمه عشان ما تضيعش حقك. وانا امي ملهاش حد غيري. حد الامن، فين الناس اللي هنا؟ اي حد هنا؟ وانا امي ماتت بالصدمه لما سمعت خبر استشهادي يوم 28 يناير عشان انت ما تمضيش. ها يا عمر، قلت ايه؟ سألوا الشهيد نفسك في ايه وايه توصينا احنا بيه، قال خلي بالكم من البلد دي واوعوا تنسوا انا مت ليه. سألوا الشهيد نفسك في ايه وايه توصينا احنا بيه، قال خلي بالكم